السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خبر عاجل: ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا تفتك بالمغاربة، والسلطات المغربية تسارع للسيطرة على الجائحة. تحركت عشرات الدول في مختلف مناطق العالم لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، فقررت العديد منها حظر الطيران على بريطانيا التي تشهد انتشارا أولي للفيروس الجديد. وقد أدى هذا التطور إلى تقطع السبل بالركاب في المطارات واصطفاف الشاحنات على الطرقات السريعة بعد أن أغلقت فرنسا حدودها مع بريطانيا. وانضمت الهند وباكستان والمملكة العربية السعودية وهونغ كونغ وهولندا إلى جانب مجموعة من الدول الأوروبية إلى القائمة المتزايدة من البلدان التي أوقفت الرحلات الجوية مع بريطانيا في محاولة لمنع وصول هذه السلالة الجديدة من الفيروس إليهم. ويقول خبراء بريطانيون إن السلالة الجديدة من الفيروس والتي تضرب لندن وجنوب شرق إنجلترا أكثر قدرة للتفشي بنسبة تصل إلى 70%. وحسب مصادر خاصة فإن هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد وصلت إلى المغرب، وأن وزارة المملكة المغربية قلقة جدا من هذه السلالة الجديدة كونها أخطر من كورونا العادية. لكن لحدود الساعة لم يخرج أي تصريح رسمي من وزارة الصحة يؤكد صحة وصول السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد إلى المغرب. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.